السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا بعتذر جدا جدا عن تأخيري كل ده في الفيديوهات، ولكن للأسف كان مساحة الموبايل عندي كانت فظيعة جدا، كانت ممتلئة لدرجة 100%. وكنت الصراحة مش حابة ان انا امسح اي فيديوهات لان كل ده عبارة عن ذكريات وكده، ولكن انا حاولت بقدر الامكان ان انا امسح شوية حلوين كده. ويلا بينا بقى هنشوف هنعمل ايه النهارده هنعمل مربى فراولة، طريقة جميلة جدا اكنك بتاكلي فيتراك من بره حرفيا. شوفوا قوامها وشوفوا كمان، يعني لو شميتوا ريحتها واكلتوا طعمها بجد تحفة. بصي يا بنات، لكل كيلو على نص كيلو سكر، تمام؟ لكل كيلو فراولة على نص كيلو ايه سكر. طب انا لو عندي 2 كيلو فراولة يبقى كيلو سكر، تمام. وهنجهز معانا كده ليمونة او ليمونتين على حسب الكمية اللي عندك. انا هستخدم هنا كيلو من الفراولة، فانا هحط عندي ليمونة كاملة، تمام. وهبدأ كده طبعا اغسل الفراولة كويس جدا واعقمها بالخل، وابدأ اديها شطفة كمان، واقطع منها العنقود بتاعها، واجيب بولة واحطها فيها، وبعد كده ارش عليها ايه النص كيلو سكر بتوعي، واحطها في التلاجة لمدة ليلة كاملة. واصحى الصبح ان شاء الله من نومي احطها على نار عالية قوي زي ما انتوا شايفين، من غير ولا تزويد مية ولا من غير اي حاجة خالص. لازم تكوني واقفة جنبيها، لان لا قدر الله لو فارت منك هتبقى فظيعة جدا على البوتاجاز، ومش هتعرفي اصلا تغسليها كويس، مش هتعرفي اصلا تغسلي البوتاجاز كويس، تمام. محتاجه بقى منك جهد كبير قوي قبل ما تنضفي البوتاجاز. طبعا اي رغاوي بيضه هتطلع منها تبداي تشيليها وترميها. وطبعا لو انت عندك هاند بلندر او ما عندكيش استخدمي هراسه البطاطس، لان ماشيه حالك بسبب الغلا اللي احنا فيه ده. واكيد رش عصره الليمونه بتاعتك او الليمونه الكامله بتاعتك. وخلاص على كده، وطبعا تبدأ بقى تهدي النار لحد ما هي هتاخد ربع ساعة بالكتير قوي. امتى بقى هنعرف ازاي ان هي استوت كويس قوي؟ هنجيب طبق وهنعمل معاينة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، واعملي خط من النص، لو جت على بعض وقفلت بسرعة يبقى هي كده لسه ما استوتش. لو يعني عملت ولو عملت الاختبار ولقيتيها مرة واحدة كلها كده دخلت في بعضيها يبقى هي كده لسه مستوتش يا بنات. وشوفوا شكلها، حطيتها في احلى برطمان وبألف هنا عليكم. ومتنسوش بقى باللايك والاشتراك. مع السلامة.